في ناس بيعيشوا عمرهم كله مش عارفين ذاتهم الحقيقية ايه، وعايشين مشاعر ناس تانية وبطاقة ناس تانية. صورتهم الذهنية عن نفسهم مشوهة، أفكارهم مش أفكارهم، حتى رأيهم عن نفسهم مش بيبقى رأيهم هما، بيبقى رأي ناس تانية اتحفر جواهم. لما يجي يبص لنفسه في المراية هو مش بيشوف نفسه، هو بيشوف الآراء اللي اتكونت عنه. فلو حد مثلا قاله انت مناخيرك كبيرة طول حياته، هيبقى باصص على الصفة دي بس لما يبص في المراية. لو حد قاله ان هو مش حلو هيبقى باصص على الصفة دي بس طول حياته. فهو مش شايف نفسه بعيونه الحقيقية، بعيونه هو شايف نفسه بعيون الناس. فممكن يعيش عمره كله مش عارف ايه هي ذاته الحقيقية. ما اداش لنفسه الفرصة ان هو يكتشف نفسه، ساب الناس تأثر عليه، ساب الناس تحكم عليه، ساب الناس هي اللي تخليه يشوف نفسه بعيونهم. قد ايه صعب ان حد يكتشف ذاته ويبقى متصالح مع نفسه، بس مش مستحيل. صعب رحلة تستحق ان انتي تعيشيها، ان انتي تعرفي انتي فعلا ايه، حقيقتك ايه، تكوني نظرتك عن نفسك من نفسك مش من الآراء التانية. هتقوليلي طب أنا محتاجة أنظف كل الآراء السلبية عني؟ يعني أي حد قال لي صفة سلبية محتاجة إن أنا أتشافى منها الأول؟ اه. بصي، أنا شفت بوست عجبني قوي، هقولك عليه. أوكي. حد بيقول لحد إيه، أنت لابس أصفر، أنت لابس أصفر، بس هو في الحقيقة لابس أزرق. بس التاني بيقوله إن أنت لابس أصفر. المفروض يصدق مين؟ يصدق اللون اللي هو لابسه ولا يصدق كلام الشخص التاني؟ المثال ده عجبني قوي، بجد عجبني وأثر فيا. الفكرة ان انت طالما انت مقتنع بالصفات اللي عندك، الصفات التانية هتتلغي. يعني اول حاجة تشتغل عليها ان انت تقتنع بالصفات الإيجابية اللي عندك. تمسكي لي الصفات دي، تكتبيها في ورقة وتقتنعي بيها. مش هقولك ترضي بيها، لان اوقات الرضا بيترجم ان هو استسلام، مع ان الرضا ده حاجة لو عرفنا معناها صح هتعرفي تستغليها. ولكن ان انتي تتقبليها وفيها ان هي ميزة، حاجة مخلياكي different عن اي حد. فلما تكتبي صفاتك الاول وتقتنعي بيها وتقتنعي باللي انتي فيه، رأي اي حد تاني جواكي قبل بره مش هيأثر فيكي. انا شايفة نفسي ان انا شخصية صادقة، شخصية ما بتظلمش حد، وحد دايما بيتهمني بالظلم ولكن انا متأكدة ان انا ما ظلمتش حد. هيبقى غباء مني لما أسمح لآراء أشخاص تانية تأثر فيا وتأثر في كوني أنا إيه. وهيبقى غباء مني إن أنا أحب آرائهم أكتر ما أحب آرائي عن نفسي. أنا كده عظمتهم جوايا، أنا كده خليتهم آلهة. أنا عارفة إن هو لفظ كبير، ولكن أنت لما بتخلي رأي شخص فيك مهم وبيعطلك عن رأيك عن نفسك، ده بيخليك تعظمه وتكبر من قيمته جواك من غير ما تحس. بس خليني أقولك على حاجة، أوقات بيبقى رأي شخص فيكي مهم وبيوجع على حسب غلاوته عندك. وأوقات في ناس مش على حسب الغلاوة، ولكن هي بتشوف إن هي لازم تعجب كل حد، علشان كده رأي حد ممكن ميبقاش مهم هو في حياتها ولا ليه غلاوة، ولكن رأيه مهم علشان هي مهمتها إن هي تبقى حلوة في عيون الكل، تبقى بيرفكت في عيون كل الناس. فدي بتبقى بتصعب المهم على نفسها. بس حاليا خلينا مركزين في الأشخاص اللي هم بقى عندهم آراء سلبية من أشخاص مهمين في حياتهم. يعني نظرة المهمين في حياتهم، نظرة الأشخاص المهمة في حياتهم نظرة سلبية عنهم، فده بيخلي الجرح عميق. يعني مثلا لو والدتك أو والدك دايما بيشوفوكي في صورة مش حلوة، دايما بيقولولك إن انتي مش حلوة، إن انتي ضعيفة، إن انتي مش قادرة تعملي حاجة، الكلام هيكون تأثيره عليكي أكبر. دايما بقول تأثير العيلة أكبر. هو حقيقي من غير أي تجميل في الكلام، تأثيره أكبر. ليه؟ أول حاجة عيوننا بتشوف اللي أهلنا بيشوفوه بنسبة كبيرة قوي. الفطرة اللي احنا بنبقى نازلين بيها أول حد بيلعب فيها وبيشوهها الناس اللي بنعيش معاها، هما دول اللي بيلعبوا في الفطرة. فبيبقى دورك أكبر من أي حد تاني لما انت تصلح اللي حصل فيك، تصلح الفطرة المشوهة اللي حصلت عندك. فانتي في مهمة كبيرة، أنا عارفة ده ومقدرة ده إن انتي في مهمة كبيرة، ولكن صدقيني إن رحلتك دي هتبقى أعمق وأقوى من أي رحلة حد تاني ما تعرضش للحاجات دي. لما انتي تبقي مقتنعة بنفسك وتشتغلي انتي على نفسك، غير لما يبقى تكوينك عن نفسك من آراء ناس تانية إيجابية. يعني ايه؟ لو دايما شخص بيسمع كلام بوزيتيف ودايما ثقته بنفسه عالية بسبب كلام الناس اللي معاه،
فممكن ثقته في يوم من الأيام تتهز لما الأشخاص دي يغيروا وجهة نظرهم فيه. علشان كده انت رسالتك أعمق ليه؟ لأن انت بتبنيها عن نفسك، انت بتبنيها انت من نفسك من غير ما حد يقولها لك. يعني انت ما سمعتيش أي كلام حلو خالص، بس انت سمعتيه لنفسك واقتنعتي بيه. فبصي بقى، ولا أي حد هيأثر فيكي، ولا حد قال كلمة إيجابية ولا سلبية، مش هيفرق معاكي. مش تبقي عايشة بالناس، هتبقي عايشة بنفسك، وده الأهم بقى. عشان كده بقولك انت رسالتك أهم. فما تبصيش ان هو ايه، ليه انا اتعرضت لكده، انا ما كنتش بسمع كلام ايجابي من اهلي، ليه انا ما بسمعش كلام ايجابي من حد، ليه انا اللي صورتي الذاتيه عن نفسي مشوهه، ليه ما تبقاش صورتي ايجابيه عن نفسي من الاشخاص المحيطه بيا. انا عارفه ان هو شيء قاسي، ولكن هو شيء ايجابي ليكي لو اشتغلتي عليه صح، شيء في مصلحتك على فكره. طب اقولك على حاجه كمان، لما انت بتشتغلي انت على نفسك وتبقي مقتنعة بنفسك الأول، والله هتبقي عندك ثقة بنفسك أعلى من حد تاني دايما بيسمع كلام حلو عن نفسه. يعني ثقتك بنفسك هتبقى فيها قوة شخصية أكتر من شخص تاني دايما بيسمع كلام حلو. ليه؟ لأن انت مستمدة الكلام، مستمدة القوة من نفسك. علشان كده عمرك ما هتتعرضي للإيه بقى، للخذلان من شخص تاني، ان هو يغير وجهة نظره فيكي، ان هو يبعد عنك، يقولك كلمة سلبية. مش تبقي عايشة بآراء الناس، هتبقي حرة، تبقي حرة نفسك. انا دلوقتي عرفتك قيمة ان انت تشتغل على نفسك، وان الموضوع انا دلوقتي طلعتك من شعور الضحية صح بشكل غير مباشر. عرفتك ان انت عندك ميزة، عرفت ان انت عندك ميزة، يلا نشتغل عليها. خلاص كتبنا كل الصفات اللي احنا شايفينها فينا واقتنعنا. كتبت ان انا حلوة، مش هقولك سمعي نفسك كلام كبغبغان انا حلوة انا حلوة انا حلوة انا حلوة وتغني لنفسك، لا لا لا. انا عايزاكي تكتبي كل الحاجات اللي عندك اللي مشوشة، كل الحاجات السلبية اللي اتقالت لك، وتحطي جنبها حاجة ايجابية. مثلا انا مناخيري كبيرة، هكتب جنبها انا بتنفس منها. انا ايديا طويلة، هكتب قدامها انا ايديا بتشيل حاجات، انا ايديا قوية. هنلغي الصفة السلبية بصفة ايجابية. انا اتقالي ان انا ضعيفة، هكتب جنبها انا عملت حاجات كتيرة قوية واكتبها. انا صريحة مع نفسي، اتقالي ان انتي شخصية كذابة، لا انا صريحة وكنت صريحة في 1 2 3، وحاليا انا صريحة مع نفسي. عايزاكي تلغي كل صفة سلبية بصفة ايجابية جنبها مضاد. هتلغي دي بدي، انت كده بتشتغلي على عقلك ان هو يطلع الملفات القديمة ويستبدلها بملفات جديدة احسن. عقلك بيشتغل بالطريقة دي، بيبقى في حاجات كده من جوه هو صعب انه يطلعها علشان مفيش غيرها. ايه اللي هيملى الفراغ ده؟ حاجة جديدة. فالحاجة الجديدة دي ايه؟ الصفات الجديدة اللي انت كتبتيها، اللي انت هتبنيها لنفسك. انت كأنك هرم، فانت بتحطي الطوب على مزاجك، انت طوبة هنا طوبة هنا طوبة هنا، في الاخر انت هتشكلي نفسك، مش حد تاني اللي هيشكلك. علشان كده انت مميزة بجد. لو انت بتشتغلي على نفسك وبتكتشفي ذاتك وبتكوني نفسك، فانت مميزة. ده ما يمنعش ان في حاجات هتكتبيها محتاجة تشتغلي عليها لو هي فعلا انت حاسة من جواكي ان هي سلبية وانت مش شغالة عليها، بس مهم تعرفي ان انت هتشتغلي عليها عشان ما تثبتهاش لحد تاني. يعني بمعنى ايه؟ ان انا هشتغل عليها وراضية بكل النتائج. اعرفي ان احنا مش ملايكة، عادي، احنا بشر، احنا خطائين، احنا في رحلة حياتنا بنخطأ وبنتعلم. لو انا غلطت في كام حاجة، فانا مش هعيش عمري كله بغلط. اكيد هفضل اغلط واتعلم، اغلط واتعلم لحد ما ابقى احسن نسخة من نفسي. فعادي ان احنا نخطأ، لو عندك اخطاء تصالحي معاها، يعني ان انا اخطأت، المهم ان انا اتعلم ان انا ما اخطأش تاني. بالعكس انا اخطأت وعملت حاجات غلط علشان مستقبلا ما اعملهاش. فالاخطاء دي اعتبريها ان هي الاساس اللي بتبني عليه ان انتي ما تعمليش حاجة تاني. اعتبري الاخطاء دي ميزة ان انتي مش هتكرريها تاني، ان هي عدت عليكي عشان تعرفك ان هي اخطاء، عشان تعرفك ان انت تتجنبيها بعدين. فحكمك على نفسك وعلى اخطائك خليه يكون رحيم، زي ما انت كده بترحمي غيرك، ما بتبقيش قاسية على غيرك بالكلام او بتخافي تقسي على غيرك بالكلام عشان ما تجرحوش. ما تقسيش على نفسك، خليكي رحيمة مع نفسك. وانت بتكتشفي ذاتك تبعدي عن الاشخاص اللي اذوكي، اللي شهوه صورتك الذاتية عن نفسك. بصي، في اشخاص مش بنعرف نبعد عنهم للاسف، وهي دي بتبقى الدايره المقربه، ولكن احنا بنحاول نقلل تاثيرهم علينا.
بنحاول إني نخلي كلامهم فينا ما يأثرش، زي ما قلت لك إن إحنا بنبني الأرض الثابتة، إحنا بنبقى الأرض الثابتة لنفسنا، علشان كده مهما قالوا بعدين كلامهم مش هيأثر فينا. ولكن انت عندك مهمة، وهي ان انت تكوني انت كلام ما بيفرقش معاكي، ولكن بتحطي حدود لنفسك. الكلام ما بيأثرش فيكي ومش بتدخليه لجوه، ولكن انت بتدي موقف، بتحطي حدود لأي شخص بيقلل منك أو بيقولك حاجة سلبية، بتواجهي وتقولي له أنا ما بحبش الكلام ده، أو الكلام ده مش مقبول عندي بطريقتك. المهم إن انتي تواجهي الشخص ده. ما أثرتش فيه المواجهة مرة واتنين وتلاتة، حاولي تقللي من وجوده في حياتك. في رحلة اكتشافك لذاتك ما تحطيش توقعات عالية. اوكي، زي ما قلت لك احنا بشر، عادي ان احنا نغلط، عادي ان احنا ما نكونش دايما على نفس الريتم العالي. فدايما خلي توقعاتك مقبولة، بحيث لما تيجي تقعي ما ترجعش لنقطة الصفر. دايما خليكي في السيف زون. عادي، انا اهم حاجة ان انا ما اذيش غيري، وفي نفس الوقت مش هاذي نفسي. فانا هشتغل على صفاتي الايجابية والسلبية، هرتقي بيها واحسن منها لحد ما تبقى ايجابية. انا في رحلة حياتي هتعلم واقوم، هتعلم واقوم، هتعلم، اغلط، اقوم. فلما تبقي بالطريقة دي مع نفسك، ده هيخليكي اولا ما تعيشيش في دور الضحية، ثانيا مش هتبقي قاسية على نفسك. في ناس بتلاقيها دايما ماشية بيرفكت، ولما تيجي تقع الوقعة وما تقومش منها خالص. ليه؟ لان هي خلاص صورتها النفسية اتهزت، صورتها الذاتية عن نفسها اتهزت، شافت نفسها ان هي اللي عملته ده ما يتصلحش، ما غفرتش لنفسها. طب لو انتي ما غفرتيش لنفسك، مين هيغفر لك؟ مين؟ لازم تغفري لنفسك علشان تعرفي تكتشفي ذاتك الحقيقية. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو، عشان انا مش عايزاه يطول. هعمل لك اجزاء تانية هتبقى مرتبطة بالسلسلة دي. هنتكلم بقى عن ازاي نكتشف اهدافنا، ازاي يبقى عندنا شغف، ازاي نشتغل على صدمات الطفولة. كل ده هكلمك عنه في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. لو استفدتي ووصلتي معايا للاخر، ما تبخليش عليا باللايك، علشان بيفرق قوي معايا ان الفيديو يتشاف. بس